المفلحين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأقربين. وارض اللهم عنا وعن آبائنا، وارض اللهم عنا وعن أمهاتنا، وارض اللهم عن زوجاتنا، وارض اللهم عن ذريتنا، وارض اللهم عن كل من له حق علينا يا كريم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. فقال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن العفة خلق عظيم من الأخلاق المنسجمة مع الفطرة السليمة، وهي ضبط النفس عن الشهوات وكفها عن الحرام وسؤال الناس، وهي من كمالات الأعمال ومحاسن الخصال. وقد عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: وعفيف متعفف، وهي دليل على كمال النفس وغفرة العقل. قال أحد العلماء: الكمال في ثلاثة: العفة في الدين، والصبر على النوائب، وحسن التدبير في المعيشة. والعفة صفة الأنبياء والمرسلين، وهي دعوة خير الخلق أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سأل هرقل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بماذا يأمركم؟ فقال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ولفضل العفة وأهميتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله، وأعظم ما تكون العفة في الجوارح، فإنها أداة اكتساب الأعمال. ومتى سلمت جوارح الإنسان من الآفات وعفت عن ارتكاب المنكرات أثابه الله تعالى بالخيرات وأكرمه بدخول الجنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعناد عفة الجوارح كلها ألا يطلقها صاحبها إلا فيما أذن به الشرع وأحله الدين. وإن دعته نفسه أو ضعف إيمانه فليتذكر أن حلاوة الإيمان باقية بينما لذة الشهوة فانية، وأن الله تعالى مع عبده إذا عفا وصبر. والمسلم يعف نفسه عن الحرام فلا تغلبه شهواته حتى يتيسر له الزواج. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أيها المسلمون، وعلى الإنسان أن يتعفف عن أموال غيره فلا يأكلها بغير حق. وقد
الشخصية أو يستخدمها في الأعمال في الأغراض الشخصية فليحافظ عليها، فهي ملك للجميع وصيانتها مسؤولية كل فرد، والمسلم يعف نفسه وينزهها عن سؤال الناس فلا يطلب مالا بدون عمل. وقد مدح الله تعالى عباده المتعففين عن المسألة فقال سبحانه: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. المسكين بل قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين من ترده الثمرة أو الثمرتان، ولكن المسكين من لا يفصل إليه الناس فيعرفوه فيعطوه. ويقول المولى تبارك وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون في طلب المسألة من الناس، بل إذا سألوا الله تبارك وتعالى، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني معلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذه هي عفة المؤمن، لا يعرفهم الناس، لا يسألون الناس إلحافا. وقال صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. والمسلم يتحرى مطعمه فلا يضع لقمة من حرام في جوفه، فالعفة طريق إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن طريقة، وعفة في طعمة. أيها المؤمنون، إن العفة تحفظ المسلم من كل خلق سيء، وتدفع به نحو الفضيلة والرقي، فلا يتكلم إلا بخير ولا يقول إلا طيبا. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن الكذب لأنه يتنافى مع المروءة وعفة اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. اللهم إنا نسألك العفة والعفاف في القول والعمل، ونسألك أن توفقنا جميعا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقولك سبحانك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن العفة تكتسب بتقوية الإيمان، لأن القلب إذا استشعر حلاوة الإيمان ومراقبة الله تعالى فإنه يستحيي من مخالفة أمر الله عز وجل وارتكاب نهيه، كما تكتسب بالبعد عن مواطن الشبهات، لأن الشيطان يزين للعبد ويغريه حتى يقع في شباك الغفلة والمعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وللعفة ثمرات عظيمة، منها أن الله تعالى جعلها سببا لمعونته للعبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم: والناكح الذي يريد بنكاحه العفاف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كما أنها تحفظ صاحبها من الهلاك، وقد كانت أحد أسباب نجاة الثلاثة أصحاب النار، حيث قال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها ب100 دينار، فسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم، وقمت عنها: اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا منها فرجا. ففرج الله لهم فرجا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وراقبوا الله عباد الله، واحرصوا على العفة، واغرسوها في نفوس أولادكم تفلحوا وتفوزوا في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. اللهم بحق الصلاة على النبي المصطفى اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واستر قصرنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ونعوذ بك يا رب من دعاء لا يستجاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.